هلا وشنوكم شخباركم. اليوم راح اسوي تاجينة العراقية. اول شي عندي بصلاية اني هنا ترمتها ناعم. انا اليوم راح اسوي هاي التاجينة باللحم. هسه حخلي له شوية من الزيت واحمص البصل، بعدين من اخذ شوية لون راح اخلي عليه اللحم. هسه من البصل مالتنا اخذ شويه لون، راح اضيف عليه اللحم مالتي انا مقسمته قطع صغار، انتو تقدرون تسووه بلحم مفروم. انا قطعته قطع صغار شوفوا بهالطريقه، قطع هوايه صغار. احمص اللحم هي البصل، هذا التاجينه هوايه طيبه، واحنا العراقيين هواية نحب هاي التاجينة. نحمس البصل واللحم مع بعض. يعني بهذا المرحلة حأخلي عليه التوابل مالتي، أخلي عليه شوية من الملح بسم الله، وأخلي كركم واخلي شوية من الهيل واخلي توابل العراقي برياني، بهارات برياني العراقي بسم الله. شوية كتر، لان خلي تقريبا ملعقة مال شاي مليانة بيها، واخلي بيها ليمو بصرة، مطحون ليمو بصرة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعطي طعم كلش طيب المطحون الليمو بصرة، وحمصه مع بعض. وبعدين راح اقبغ اللحم مالتي على مود اللحم يستوي والتوابل يدخل باللحم مالتي، وبعدين راح اضيف عليه البازيلا والمواد الاخرى. أنا هسه اللحم مالتي استوى، حأضيف عليه الجزر بسم الله. وراح أضيف عليه بازيلا بسم الله. البازيلا مالتي كان مجمد، طلعته من الفريزر، غسلته فتغسله وهسه حنزل على المواد مالتي على طول. انا يعني الخضر اللي مجمده لازم يعني اغسله. يعني انا هسه خبرت المواد كلها مع بعض، وراح اقبقها لحد اني افور التمن، وعلى مود المواد كلها يدخل مع بعض، والنكهات كلها يعني يصير ينخبط مع بعض. اني هسه حفور التمن مالتي، حخلي ملح على المي مالتي بسم الله، وراح انزل التمن. انا التمن مالتي غسلته ونقعته من قبل بسم الله. حنزلها بالجدرية بسم الله الرحمن الرحيم، وافوره بس نعطي خبطة خفيفة على مود التمن مالتنا لين لا يتكسر، وما خليها هو يفور تقريبا 5 دقايق. وراح اشيله شوية صاحي، لأن حنزل عليه المواد مالتي. إذا يعني فور التمن هواي والتمن مطبوخ راح يعجن عندي، واني ما اريد يعجن عندي. بنات اني هسه بتشع بالجدرية حخلي شوي من البوتيتا. انا سويت بوتيتا حلقات وراح اصفطها بشعب الجدرية مالتي، راح يصير كلش طيبة. من تخلون بوتيتا تحت
الجدرية مالتكم، يعني بالقاع الجدرية مالتكم. بسم الله. أنا صفت البوتيتا مالتي وارجع لكم. أنا هسه صفت البوتيتا مالتي بكعب الجدرية مالتي. هسه راح أخلي الرز أو التمن. بسم الله. أخلي طبقة رز، طبقة من المواد، طبقة رز، طبقة من المواد، وبعدين أخليه على نار هادئ لحد نص ساعة إلى 45 دقيقة بعد كل المواد مالتي يستوي. بسم الله. وهسه أخلي من المواد مالتي. بسم الله. بس أحاول يعني أجمع بالوسط، ما أخليه يلزق بالحافات لأن يحترق وما يصير هواية طيب. هذا الأكلة هواية طيبة، الجهال يحبوه، الكبار يحبوه، كل يحبوه. وهسه حخلي طبقة من الرز باطلخ. بسم الله. هسه مطلخ اخلي المواد مالتي. بسم الله. نستمر بهذا الطريقة لحد نفرغ كل الرز والمواد مالتنا، وبعدين نخليه على النار هادئ. بنات أنا أكمل وارجع لكم. أنا هسه وزعت المواد كلها على الرز مالتي. هسه راح أقبغه. أول شي راح أزيد النار مالته، وبعدين من شفت سوى بخار راح أنقص جوا وأخليه نص ساعة إلى 45 دقيقة وأكلتنا جاهزة. وهذا شكلها النهائي. ماذا تشوفون البوتيتا مالتي مجسبة وكلش طيبة. هذا البرياني أو التاتشينة العراقية الأصيلة مالتنا. بنات إذا عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في قناتي، وشكرا لكم.